السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جميع الناس في كل مكان، اهلا بيكم في فيديو جديد. نتكلم يا جماعه عن اخبار مهمه جدا. نتكلم عن اول حاجه، ميدو يعلن موعد شكوى الزمالك للكهرباء. اتنين، ميدو ينفي حقيقه صفقه القرن نادي الزمالك، بيقول لك مفيش حاجه اسمها صفقه القرن. تالت حاجه، الكاف يصدم الزمالك ان هو هيشارك بنسبه 90%، هيشارك في الكونفدراليه للسنه الجايه. تابعوا معانا الفيديو الاخر. هنتكلم دلوقتي يا جماعه عن اول حاجه يا جماعه، ميدو طالع امبارح بيعلن الزمالك خلاص رسميا بعت شكوى للفيفا عشان كهربا. بيقول لك ان الزمالك كان مستني ارصدته الحجز رفع عليها عشان نعرف نبعت الشكوى ونستقبل الفلوس على ارصده النادي عشان ما يبقاش عندنا اي مشكله والكلام ده. وقال لك برضو احنا يا جماعه احنا مش هواه، احنا فاهمين ودارسين والكلام اللي هو ايه قالوا دون. ويعني الكلام ده احنا نتمنى ان هو يطلع صح، يعني احنا نتمنى ان هو خلاص ايه طالما طالع من ميدو، وميدو دلوقتي متصدر المشهد في الزمالك، فيبقى ده كلام طالع من ايه المفروض حد موثوق منه انه الزمالك حل ازمه الارصده وبعت شكوى لفيفا الكهرباء. احنا دلوقتي كل اللي علينا ان احنا نستنى نشوف القرار هيطلع ايه. هل هيطلع القرار برضو زي كل مره الزمالك بيقدم شكوى وبيطلع في الاخر بلح وما بيطلعش حاجه، ولا هيطلع فعلا شكوى وهنشوف قرار ضد كهربا؟ ايا كان العقوبه ايه، هل القرار هيطلع ان كهربا هيقف، ولا القرار هيطلع ان كهربا هيدفع الغرامه اللي عليه اللي هي 2.5 مليون دولار؟ ويعني ايه الافيد لينا دلوقتي ان احنا ناخد 2.5 مليون دولار؟ كده كده كهربا خلاص مش هيقف، الكلام اللي احنا شفناه وبسبب الحوادث اللي شفناها المره اللي فاتت دي في كهربا مش هيقف. فاحنا نتمنى ان فعلا يكون ميدو ومستشار بعد ملف قوي للفيفا بعد فتح ارصده النادي حسب ما هم بيقولوا، واحنا دلوقتي كلنا مستنيين الشكوى، مستنيين الرد هيجي من فيفا ايه. بس ده زي ما هم قال لك احنا فاهمين ومش فاهمين الكلام بتاعهم ده، واحنا ايه نتمنى ان هم يكون فعلا بعد ملف قوي والكلام دون. وان شاء الله حق الزمالك يجي في الموضوع ده، بس يا رب يكون الموضوع اتبعت بشكل يليق بنادي الزمالك ونعرف ناخد حقنا من كهرباء. هنتكلم برضه يا جماعه ان الكاف بيصدم الزمالك بقرار، هو قرار يا جماعه نفس قرار السنه اللي فاتت، اللي هو قال لك اخر الشهر الكاف قال زي السنه اللي فاتت اخرك 30 يونيو لاتحاد الكره المصري ان هو يبعت اسامي الناس اللي هتشارك في الكونفدراليه وهتشارك في دوري ابطال افريقيا. وزي ما احنا عارفين ان الزمالك دلوقتي في المركز الرابع، هو دلوقتي الزمالك ناقص له ماتشين، ماتش في كاس مصر فده مش هيأثر على الدوري، والماتش التاني قدام غزل المحله وده لازم نكسبه عشان حتى على حسب كلام الكاف نضمن المشاركه في الكونفدراليه. يعني ايه مصلحه لينا، يعني ان هو يضمن ان هو خلاص ايه يشارك في الكونفدراليه، بحيث ان النتائج لو اثرت معانا فنبقى احنا برضو ضامنين ان احنا مشاركين في الكونفدراليه، وده امر طبيعي من الموسم ده، ودي حاجه كويسه قوي في الموسم اللي احنا فيه. فيا ريت الزمالك يكسب ماتش غزل المحله الجاي عشان يبقى خلاص قفل الشهر بتاعه ان هو في المركز الرابع رسميا في الكونفدراليه السنه الجايه. وده يا جماعه خبر طبيعي جدا بسبب ان الدوري بتاعنا احنا عارفينه، احنا بنسمع اول الموسم الدوري الانديه مش عارف يوم 30 6، الدوري الانديه مش عارف لا نص 7، الاهلي الدوري الانديه في نص 8، كلام كله زي بتاع يعني كلام يا جماعه العادي بتاعنا ده، العادي بتاع مصر وبتاع اتحاد الكوره وبتاع عامل حسين بتاعنا اللي بيأجل الماتش للنادي الاهلي بسبب ان هو ايه بسبب ايه الاهلي ومشاركاته في افريقيا. وزي ما احنا عارفين ايه ان ايه في شويه ايه مجامله للنادي الاهلي على حساب الدوري كله، مش نادي الزمالك، على حساب الدوري كله من عامل حسين للاهلي. فيا ريت بس ده يا جماعه في الاول وفي الاخر خبر عادي، وانا اتمنى الزمالك يكسب غزل المحله عشان نضمن حوار الصعود في بطوله افريقيه السنه الجايه، وان شاء الله ربنا يوفقنا على ايه ونحاول نعمل حاجه. يمكن الكونفدراليه دي وشها حلو علينا، خدناها 2019، ان شاء الله تبقى وشها حلو علينا حتى ونكسب اي بطوله افريقيه. الكلام ده اخر حاجه، ميدو طالع يقول لك يا جماعه ان في اعلاميين حرفوا كلامي ان احنا هنجيب صفقه القرن، مش هنجيب صفقه القرن، راح يقول لك احنا هنجيب ميسي مثلا والكلام دون. فهو يا جماعه من بلدي بينفي ان في صفقه قرن الزمالك هيجيبها، وده امر احنا قلنا في كذا فيديو ان الزمالك معهوش فلوس اصلا يجيب، ولا الاشاعات طلعت اللي فاتت دي اللي هو بيقول لك السومه وبنشيل والكلام دون. قلنا لكم ده يا جماعه اشاعات الاعلاميين بيطلعوهم، والزمالك ما في ازمه ماليه، والزمالك بنسبه 90% بيتحرك في الصفقات الفري عشان يعرف يمشي الدنيا مع الازمه بتاعته. الزمالك دلوقتي يا جماعه اي صفقه فري في افريقيا زي ما احنا سمعنا احمد خليل في التونسي الافريقي في الافريقي التونسي، مش عارف سمعنا مين، كل لعيبه فري الزمالك بنسبه 90% بيتحرك فيهم. حتى لما بيقول لك امين مرتضى راح السعوديه او راح الخليج فهو في صفقه فري بيتفاوض معاه، يعني صفقه فري يعني مش هنقول هي ايه بالظبط عشان في اشاعات كتير طلع كذا لاعب خلص عقده في السعوديه بيقول لك الزمالك هيتفاوض معاه، فاحنا مش متاكدين قوي بنسبه كبيره، فاحنا سايبينها ايه اللي هو ايه لما نتاكد من حاجه نطلع نقولها. بس كده يا جماعه ملخص وكمان ميدو بيتكلم ان سيف الجزيري
جدد حتى لو الجماهير مش عاجبهم عشان المهاجم اللي جاي الجزيري يعني يسد معاه. طب دلوقتي احنا هنتكلم ايه بالعقل والمنطق؟ انت هتجيب اتنين لاعبين في مهاجم واحد؟ طب ما تجيب لي مهاجم سوبر، جيب مهاجم كويس تقيل وجيب لي معاه واحد ناشئ مصري، او سيب لي معاه ناصر منسي. يعني احنا عارفين ناصر منسي مع المهاجم الاجنبي التقيل، وطلع واحد من الناشئين، يبقى انت عملت الايه؟ يبقى انت حليت مشكله كبيره اهو. يبقى انت ايه؟ يبقى انت كده اتحركت صح في الملف ده. جبت مهاجم تقيل ومعاك ناصر منسي، وجي طلع ناشئ من الناشئين، هيظبط معاك الدنيا. يبقى انت كده اتعاملت في الملف ده بشكل صح بنسبه 100%. هو ده العقل يا جماعه. انا مش لاقي صفقتين اجانب في مركز واحد وانا حظي. يعني احنا شفنا ايه؟ الزمالك عنده الجزيري وسامسون اكينولا، اتنين مهاجمين ما يليقوش بنادي الزمالك يا جماعه. هو سيف الجزيري في امل شويه الصراحه، عشان نتكلم معاه في امل، ولما كان لعب الموسم اللي فات مع فريرا كسر الدنيا والكلام ده. بس هو لعيب اكتر مزاجنجي، اللي هو بيلعب بمزاجه شويه. الغزاله رايقه هادي حلو، الغزاله مش رايقه هادي وحش. بس ايه يعني؟ التوفيق في الاخر للزمالك. اكيد يعني كل الزملكاويه يتمنوا التوفيق للزمالك. وفي الاول وفي الاخر ده راي شخصي عن كل المواضيع اللي دارت، ولو في اي راي تاني انت كده تحت في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.